ازاي واحنا بنقرا قران؟ ازاي قلوبنا لغايه دلوقتي متكله على الاسباب؟ فارادوا به كيدا فجعلناهم الاسفلين. طبعا ده بعد ذكر قصه النار وكيف ان ابراهيم عليه السلام القي فيها فلم تصبه بشيء. وهنا برضو يا جماعه هي القصه لها ارتباط شويه، ان الله عز وجل علشان تطمنوا وقلوبكم تهدى خالص كده وتنزعوا الاعتماد على الاسباب من القلوب، ربنا سبحانه وتعالى ضرب لنا في قصص كثيره ازاي الاسباب يسلب الله عز وجل منها ايه؟ الاثر او التاثير. منها القصه اللي معانا دي، النار تحرق ولا ما تحرقش؟ تحرق. تقوم نار ابراهيم تحرق ولا ما تحرقش؟ ايه رايكم؟ تحرق برضه. لا، نار ابراهيم كانت بتحرق. نار ابراهيم حرقت كل حاجه الا ابراهيم. جاء في الروايات ان نار ابراهيم كان من عظم النار كان الطير يمر فوق النار يسقط وهو مشوي. يبقى الطير اتحرق ولا ما اتحرقش؟ اتحرق. ادي الطير. وبعدين ابراهيم لما القي في النار رابطين ايديه، يقوم الحبل اللي رابطين بايديه يحصل فيه ايه؟ يتحرق. النار لسه بتحرق، ولو اي حد غير ابراهيم كان دخل النار كان اتحرق، وتسلب التاثير عن ابراهيم عليه السلام. عجيب. شوف امتداد القصه، شوف يعني ايه الدنيا ماشيه ازاي. بالسكين على قول من قال ذلك، ان ابراهيم عليه السلام في بعض الاسرائيليات انه مر بالسكين على رقبه الذبيح فلم تذبح. لم تذبح. طب السكين بتذبح، طيب مر على الرقبه لم تذبح. ازاي يا جماعه؟ ازاي واحنا بنقرا قران ازاي قلوبنا لغايه دلوقتي متكله على الاسباب؟ ازاي؟